عمو هو في أسد من غير شنبات؟ وده كان تعليق عيل مصري غتيت حضر افتتاح كوبري قصر النيل، واللي أول ما شاف أسود قصر النيل علق وقال: عمو هو في أسود بدون شنب؟ فكان تعليقه صادم على نحات التماثيل وجلطه يا عيني وخلاه انتحر ومات مقهور. موسع الحكاية شوية يا بوبوش؟ لا والله يا صديقي، دي فعلا حكاية من الموروثات الشعبية في التراث المصري عن أسود قصر النيل. أسود قصر النيل يا صديقي مصنوعة من البرونز من صنع المثال الفرنسي هنري ألفريد جاكمر، واللي أول ما سمع تعليق الطفل الصغير على شنبات أسود قصر النيل انقهر وحس إنه عمل غلطة كبيرة ما ينفعش تعدي فانتحر. مثال الأسود أو النحات الكبير الفرنسي جاكمر هو نفسه النحات اللي صنع تمثال الكولونيل جوزيف سيف اللي عهد إليه محمد علي باشا ببناء الجيش المصري الحديث، فاستوطن مصر وأحبها واعتنق الإسلام علشان بعد كده يعرف باسم سليمان باشا الفرنساوي. وفي الأساس يعني أبو الصحاب أسود قصر النيل في مكانها الغلط ما كانتش جاية لكوبري قصر النيل، لكن خلينا أولا نتكلم عن الإعجاز الهندسي وهو كوبري قصر النيل، وده تم إنشاؤه سنة 1869 في عهد الخديوي إسماعيل اللي أصدر أمرا عاليا إلى نظارة الأشغال سنة 1865 ببناء سراي الجزيرة وإقامة كوبري يصل بين القاهرة والجزيرة بتكلفة 113,000 جنيه و850 جنيه مصري. ركز في 850 جنيه لأن ده رقم فلكي في الوقت ده. كوبري قصر النيل كان السبب في أول كارتة عالمية. عارف الكارتة كده وانت رايح لمدينتي تدفع 10 جنيه؟ كان ده السبب فيها. والله أول كارتة اتعملت في مصر أو يعتبر أول كارتة عالميا اتعملت من على كوبري قصر النيل. اتفرض رسوم عبور حسب نوع المر على الجسر، لو كان راجل أو ست يدفع ربع قرش، والأطفال والغزلان معفيين من الرسوم، والعربيات المليئة بالبضايع قرشين، والعربيات الفارغة قرش واحد، وكان للجمل نص قرش. طب ليه سموه كوبري قصر النيل يا صديقي؟ لأن كان من جهة ميدان التحرير اللي كان في الوقت ده اسمه ميدان الإسماعيلية قصر النيل اللي أنشأه محمد علي لبنته زينب، ولما تولى سعيد باشا الحكم هدم القصر ده وحوله لثكنات للجيش، وبعدها احتل السكنات دي الجيش الإنجليزي. وبعد جلاء الإنجليز عن مصر تم هدم السكنات دي وبناء جامعة الدول العربية وفندق هيلتون. أسود قصر النيل في الأصل صنعت علشان تتحط قدام بوابتي حديقة الحيوان، لكن لما وصلت الأربع أسود من فرنسا إلى القاهرة كان الخديوي إسماعيل قد تم خلعه وتولى ابنه الخديوي توفيق الحكم قبل ما يتسمى كوبري قصر النيل. وشاف الخديوي توفيق في الوقت ده إن الكوبري يحتاج لمظهر يليق بهيبة اسم أبوه، فتم وضع أسود قصر النيل على كوبري قصر النيل يا صديقي. أما حكاية انتحار المثال جاكمر بسبب الطفل المصري اللي علق على شنبات الأسود مش صحيحة قوي، واعتبروها من التراث المصري القديم. ليه مش صحيحة؟ لأن ما كانش لها إثبات في التاريخ يا صديقي، لكن ما تنفيش القصة برضو لأن ما فيش أي إثبات آخر في التاريخ يثبت نهاية حياة جاكمر مثال أسود قصر النيل الشهيرة. فمن المحتمل فعليا أن الفنان الفرنسي جاكمر اللي نحت أسود قصر النيل ممكن يكون مات بسبب تعليق الطفل المصري على شنبات أسود قصر النيل، وما كانش صح أنه يعمل الغلطة الشنيعة دي. أشوفك دايما على خير.